السلام عليكم ورحمة الله. حورية فرغلي: خسرت حلم الأمومة 10 إطلالات لحورية فرغلي قبل عملية التجميل. تصدرت الفنانة حورية فرغلي ترند مؤشر البحث على مواقع جوجل بعد كشف تطورات وضعها الصحي بعد خضوعها مؤخرا لعملية استئصال الرحم. ويتميز حورية فرغلي بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها. قالت حورية فرغلي في لقاء مع ET بالعربي: أنا مؤمنة بقضاء ربنا، ومن صغري وأنا عارفة أنا عندي ورم في الرحم، وعارفة إن ده وراثة. شالولي الرحم والورم كان لازق في كل حتة وقعدوا 5 ساعات يفكوه. أضافت: أنا حاسة بنفسي أحسن بكتير وعندي طاقة ومش تعبانة وباكل كويس، لأن الورم اللي على الرحم كان مؤثر عليا، ودي مش أول مرة أخضع لعملية. عملت عملية شبه ديت وأنا عندي 30 سنة وكان عندي 7 أورام، والدكتور قال لي قدامك 10 سنين وبالمساعدة تقدري تحملي لما تخفي، وأنا بولدك هشيلك الرحم، وما اتجوزتش خلال الفترة دي. وأضافت الفنانة حورية فرغلي عن خضوعها لآخر عملية جراحية في أنفها بعد الجراحات التي أجرتها خلال الفترة الماضية بعد كسر أنفها نتيجة سقوطها من أعلى الحصان قبل سنوات، وذلك من خلال حسابها بموقع انستجرام. نشرت الفنانة حورية فرغلي صورة لها من العملية معلقة عليها: هكذا أنا أصبر في أشد أوجاعي، أصمت داخلي ألف وجع، لا أشكو لأحد الكتمان، هو رفيقي الأبد، يا رب ما يكتب لحد الوجع، يا رب آخر عملية، اللهم لك الحمد، أصعب وجع إنك تكون لوحدك في الوجع. كانت الفنانة حورية فرغلي أعلنت مؤخرا عودتها إلى السينما من جديد بعد غياب 4 سنوات كاملة، وذلك بعد ما تعاقدت على بطولة فيلم جديد بعنوان ديجافو. وأعلنت الخبر في فيديو نشرته على حسابها موقع انستجرام. قالت فيه: انا طالعه النهارده مخصوص عشان اقول لكم احلى خبر، بقالي كتير ما اتبسطت زي النهارده، الحمد لله انا لسه ماضيه فيلم اسمه ديجافو مع المخرج عبد العربي والمنتج ايمن فهمي. اضافت: يمكن تستغربوا وتقول اشمعنى دلوقتي انا هدخل دلوقتي سينما، لان كان معروض عليا حاجات كتير جدا بس ما لقيتش اي حاجه جديده. انا عملت شخصيات كتير قوي بس ما عملتش دور ده قبل كده، والدور ده يعتبر من اصعب الادوار اللي هعملها في حياتي. ريا فرغلي قدمت آخر أفلامها بعنوان استدعاء ولي عمرو الذي تم عرضه عام 2019، وشاركها في بطولته محمد عز، صبري فواز، محمد لطفي، سماح أنور، محمد يونس، إيمان السيد، مي كساب، نادية بهجت، حمادة الليثي، الطفل فارس عامر، وتأليف محمد سمير، وإخراج أحمد البدري. ممثلة مصرية ولدت وعاشت في الإمارات وحازت على الجنسية الإماراتية. مثلت منتخب الإمارات للرفوسية، كما فازت بلقب ملكة جمال مصر عام 2002، لكنها تنازلت عن اللقب بعد ذلك لوصفتها نور السامري. درست إدارة الأعمال في إنجلترا. بدأت حياتها الفنية عام 2010 من خلال فيلم كلمني شكرا، ثم قررت دراسة التمثيل فالتحقت ولمدة عام بمدرسة مروة جبريل السينمائية، وتعلمت أصول التمثيل الأمريكي. ثاني الأعمال التي شاركت فيه كان مسلسل الشوارع الخلفية عام 2011. قدمت العديد من الأدوار والشخصيات المختلفة، فظهرت بدور البنت الشعبية، فتاة الأرستقراطية، وراقصة فيلم كهف القمر، ولعبت دور البطولة في مسلسل منتقم عام 2012، وفيلم قلب الأسد والقشاش عام 2013. في يوم 15 مايو سنة 2021 أعلنت حورية أنها كانت قد أصيبت بسحر ثم شفيت منه، وقالت: أنا بصدق بالسحر طبعا لأنه مذكور في القرآن، وأنا اتعمل لي على فكرة ولقيته في شقتي، وأنا بعد المسلسل قعدت سنة بالسرير عيانة مش عارفة أنا عندي إيه، والدكاترة كلهم مش عارفين أنا عندي إيه، وبعدين ماما جابت لي حد يقرأ عليا قرآن وقال البنت دي معمول لها حاجة. الشغالة في البيت كانت بتنظف ولقيت في حوض زرع حاجة ملفوفة، ولما فتحتها لقيتها ورقة مكتوب عليها بالأحمر: حورية بنت نادية تصاب بالمرض، تصبح طريحة الفراش، ويوقف زواجها وخلفتها ورزقها مع شعرتين من شعري. وقبل ذلك ب9 سنوات وقعت من ظهر الحصان في مسابقة في روسيا فكسر الأنف، فعولجت أنفها ب4 عمليات غير كاملة النجاح. وأما بالنسبة لمساندة أصدقائها لها قالت: لم يكن هناك أي من الأصدقاء أو المعارف حولي أثناء مرضي، رانيا محمود ياسين فقط هي التي كانت تتصل بي للاطمئنان علي، وبعد كشفي عن مرضي هناك الكثير كلموني. من جهة أخرى كشفت الفنانة أن والدها لم يكلمها منذ سفره، حيث قالت: والدي لم يكلمني منذ سفري للولايات المتحدة الأمريكية، فهو جراح كبير وأنا لم أستشيره قبل الخضوع لهذه العملية، كان رأيه في العمليات السابقة أنها ستفشل وهذا ما حدث،
هذه المرة لم أخبره، لما أردت أن أعطيه أملا، فذهبت من نفسي دون الرجوع له. وبالتأكيد أتمنى أن يكلمني ونتصالح وأعتذر له إني أخطأت. ومن الجدير بالذكر أن أنف حورية تحطمت نتيجة سقوطها عن ظهر الحصان أثناء تدريبها على الرياضة الفروسية منذ عدة سنوات. وتعرضت حورية العديد من المشاكل الصحية والنفسية قبل سفرها إلى أمريكا نتيجة العمليات الفاشلة التي أثرت بشكل كبير على ملامحها.